سلام، مرحبا بكم في قناة أم يونس مع فيديو جديد. اليوم رانا في الزمن الجميل مع حلوة الجوزة بزاف خفيفة ورابيد نوجدوها، ما تحكمش بزاف الوقت والمقادير، ما نحتاجو لا فور لا والو. نطيبوها برك فوق الكويزينيير، رابيد نطيبوها. شوفوا الله يبارك وتجي تهبل. هذه كانت ديرها لنا بكري امي، بزاف نحبوها حتى الان مازال نخدموها. عادات امهاتنا وجدادنا جامي نخليوهم، سيرتو هادو الحوايج الخفاف رابيد نوجدوهم. التزيين طبعا اختياري، انا حبيت باك نحل هذه الحبيبه نديرها لكم من فوق جوزه، والحشو يبقى اختياركم طبعا. المهم لاغوسات تاع لاباط مي الحشو كل واحد وكيفاش يحشيها. عندي لهنا زوج بيضات، 250 زبده، عندي فاني ملعقه، وعندي 5 غرامات خميره حلويات، رشه ملح، 100 غرام سكر ناعم، و60 غرام نشا حوالي 3 ملاعق بومبي 60 غرام. وعندنا لافارين باش نلمو لاباط ديالنا. هذا هو المول اللي حنستعملوه. انا حنستعمل بيتخا، نتوما استعملوا بيديكم ولا بالباطوخ كما تحبوا. المهم الزبده باك تكون لينه مليح. انا طبعا ما نحطهاش في الثلاجه باش كي نحب نخدم بها نلقاها لينه، كي نحب نخدم بيدي ولا شوف تلقاوها لينه طريه. نقول نطلعوها داخل البيتخا، نحطوا الزبده في البيتخا تاعنا. انا حنستعمل 250، اللي يحب يستعمل كميه صغيره كيما يحب ثاني. دوك نحطوا السكر الناعم، نزيدو نحطوا الفاني ونخليهم يطلعوا، ونحطوا البيض. نحطوا رشه تاع الملح، نحطوا البيضه الاولى، نزيدو نحطوا البيضه الثانيه، ونقعدوا نخلطوا حتى نتحصلوا على خليط ناعم. مام كي تخدموا بيديكم وقعدوا خدموا حتى يتجانسوا ويولي الخليط تاعكم ناعم باش نحبسوا. درك نزيدوا النشاء ولا الخميره الحلويات، قلنا 5 غرامات برك ما تنفخ لكمش بزاف، ونزيدوا لافارين بشويه بشوي حتى نتحصل على عجينه طريه كيما لاباط الصابلي، ما نشفوهاش بزاف وما خليوهاش بزاف طريه. نقعدوا نزيدوا في الفرينه حتى نتحصل على عجينه طريه باش نحبسوا. هاي درك هاي امامكم كيفاه ولات طريه، ما نشفوهاش بزاف. درك نروحوا نديروها كويرات صغيره. هاي اللي هنا انا كورتها باش ما نطولش عليكم الفيديو. نوزنوها 8 غرامات حتى 9 غرامات، 8 غرامات 9 غرامات، ما تزيدوش خلاص باش تجيكم سواسوا في المول. هذا هاو المول اللي حنستعملو. قلنا نديرو 8 غرامات لا 9 غرامات. 8 غرامات تجي شويه رقيقه، 9 غرامات اللي يحبها مثلا شويه خشينه. نحطوها في المول، نضغطوا عليها شويه برك ونحطوها طيب. نقصوا الحراره مليح، ما نديروهاش بزاف قويه باش ما تحرقناش، وما نديروهاش بزاف دليله باه ما تبطلناش. نديروها حراره متوسطه ونقعدوا نعسوا فيها، نقعدوا نقلبوا فيها من الجهتين ونعسوا كل شويه. ما تلصقش، هي من المستحيل تلصق. تبقاو تفتحوا وديروا. هاي حمارت لنا لهنا كي نتحصل على اللون هذا نحبسوا بعد الطياب تاعها. درك نعاودوا نفرغوها عاديه ما تلصق ما والو، مع تخبطوها بعد تهبط تجري. هاي امامكم. المهم اللون اللي تحبوه نتوما تحصلوا عليه طيبوه. ابقاو باك ديروا الحراره ناقصه شوي وطيبوها بشويه من كلتا الجهتين وفتحوا نورمال. اذا المول تاعكم جديد من الاحسن تدهنوه بشويه برك زيت، واذا المول تاعكم قديم ما يلصقش. انا ديما نخدم به ما يلصقليش. نعاودوا نحطوا حبيبات اخرين كما هذا المول فيه 9 حبات، ثم دقيقه يطيبوا لكم. كاين هذاك تاني الكبير، انا هذا الصغير شريته. ملي تحب تشري الكبير تشري. بعد ما نطيبوهم كامل درك نحيو هادو الزوائد، باسكو كي نحيوهم من المول يجيو فيهم الزوائد هادو، نحيوهم برك بالموس. ام ساهلين ربي يتنحاو.
ومن بعد نحيو الجوانب هذوك الزايدين باش نتحصلوا على الحبه تجينا متحوفه. ديروا كيما هكا ولا ديروا سيار ولا اللي عندكم، المهم نحيو لهم برك الزوائد هكا، حكوها برك بشوي تتنحى لها الزوائد باش تتحصلوا على الحبيبه تاعكم متحوفه. دوك نخدموا الحشو اي حشو تحبوا تحشيو ولا الحلوى تاعكم كيما حبيتوا. انا درت شويه مكسرات، شويه هادو اللي شوت لي على الحاشيه نرحيوهم ونديروهم الجوانب هذوك اللي نحيناهم بالموس، نرحيوهم ونحشو بهم الحلوى تاعنا سما ما نطيشوا والو. من الاحسن نديروا المكسرات الجوز، مادام حلوه الجوزه من الاحسن نديروا الجوز خير. ديروا لا الحبه ما نحيوهش بيا، نكسروه برك باش تجينا الحبه شوي خشينه، ولا اذا الروبو تاعكم يرحيه خشين خليوه خشين، ما ترحيوهش كيما الكاوكاو نرحيوه مليح. من الاحسن الجوز تاعكم خليوه قطع باسكو اصلا طري. ونحطوا الكراميل، نقعدوا نفرغوا في الكراميل حتى نتحصل عجينه طاريه مليح. لازم تجي معسله باكي تاكلوهم بعد تلقاوها معسله لداخل. الجهه الاولى ندير لها شويه كراميل، والجهه الثانيه نحطوا الحشو تاع المكسرات تاعنا. قلنا نحشيوها مليح، والحشو تاعنا لازم نخليوه معسل باش كي تاكلوها من بعد تلقاوها لداخل تاعكم طريه. شوفوا كيفاه لازم من داخل تجي معسله. نزيدوا حبيبه امامكم نحطوا الكراميل، والثانيه نحطوا شويه الحشو ما يهزش بزاف. انا الكميه هذه كامل دارت لي غير هذه الكميه، حشات لي الحبات كل الحبات جاتني 55 حبه، يعني كيما طيبتهم جاتني 110 حبات، سما 110. وكي لصقت زوج مع بعضهم جاوني حوالي 55 حبه. المهم في الميزان برك وزنوا كل كره وزنوها 8 غرامات 9 غرامات، ما تزيدوش باش ما تخرج لكمش على الجوانب بزاف. انا نكمل نحشيهم كامل ونكملوا مع بعضنا الفيديو. هاي الحلوى امامكم كملتها كامل، وهذه الحبيبه قسمتها على زوج وحطيت فوقها جوزه. قلنا من الاحسن خاصه اذا مثلا مناسبه مليحه من الاحسن ديروها بالجوز، تعمروها جوز لداخل باش تجيكم بزاف بنينه. هاي حبه امامكم، شوفوا كيفاش من داخل جات معسله تجي روعه. انا الحلوى تاعي جديده هذا وين خدمتها سما مازال ما تماسكتش، خليوها شويه الكراميل هذاك يتماسك باش تجيكم الحبه تتجمل مليح. قلنا من الاحسن لداخل زيدوا حطوا قطع تاع جوز باش تجيكم ابن من هكا. تزيين طبعا تحبوا تزين تخليوها هكا، تحبوا تزينوها كما حبيتوا. اما بالنسبه للسعر اذا حين تخدموها بالكاوكاو تحسبوها 3500، مي بصح اذا حين تحسبوها تاع الجوز تحسبوها 5000 الحبه، اللي حين يخدموها بالجوز طبعا. ولا القطع تاع الجوز تكون شويه كبيره باش كي تاكلوها تسبنوا الجوز. مي بصح اذا حين تخدموها بالكاوكاو نحسبوها برك 3500 باسكو الحشو تاعها ما يهزش بزاف، على هذيك نقصوا شويه في السعر. ان شاء الله وصفه اليوم تكون نالت اعجابكم وتجربوها. دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام.